السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، واهلا بيكم في مطبخ سيسي. ان شاء الله النهارده هعمل فطار او عشاء سريع كده بالبيض. يلا نشوف الطريقه. في طاسه على النار هحط سمنه بلدي، ممكن تحطي سمنه او زبده او زيت زي ما تحبي. السمنه البلدي ده انا عاملاها في البيت، مطلعها من قشطه اللبن. وان شاء الله هنزل طريقه عمل السمنه البلدي تحت الفيديو في صندوق الوصف للي يحب يشوفه. هنزل بصل، هدبله بس فيها شوية. هضيف رشة ملح، فلفل، انا عندي فلفل ابيض، كنت احط فلفل اسود. معايا فرانكفورتر اللي هي النقانق او سوسيس. لو ما عندكيش سوسيس او اي حاجه ما تحطيش. انا اصلا كنت هعمل الوصفه من غير اضافه اي حاجه، كنت هعمل بصل وبس، بس لقيت عندي فقلت اضيف. ممكن تضيفي لحمه مفرومه وممكن ما تضيفيش، انا اصلا عاملاها من غير اي حاجه، يعني من غير سوسيس، من غير اي حاجه، بس لقيت في الفريزر فقلت ايه احط شويه، بحبه مع البيض يبقى لطيف يعني. هضيف صلصه طماطم، على فكره ممكن الاكله دي تعمليها غدا، يعني ممكن نعمل غدا خفيف برضو. الواحد ساعات بيبقى زهقان من بيعمل مثلا لحمه وفراخ وكده، ممكن يعمل غدا خفيف. مثلا تعملي طبق زي ده جنبه مثلا علبه تونه، بطاطس محمره، غدا خفيف يعني. ريحتها حلوه قوي. انا حطيت حوالي معلقتين صلصه. الصلصه دي انا عاملاها في البيت، بخزنها عندي بالسنه. هنزل طريقه تخزين الصلصه تحت الفيديو في صندوق الوصف. انا دايما بحب حاجتي تكون جاهزه، بعمل حاجتي كلها مره واحده. يعني مثلا افصص الثوم كله واخزنه عشان ما ارجعش كل ما اطبخ افصص ثوم. الصلصه اضربها كلها مثلا ويبقى عندي كميه منها في الثلاجه، اسحب منها على طول، عشان مش كل ما اجي اطبخ او اعمل الاكل مثلا اقوم اقعد اضرب طماطم. يعني توفري وقت، خصوصا لو انتي بتشتغلي او عندك مسؤوليات كتير. معايا بيضتين 2، انا موطيه النار اهو، موطيه النار على لفوق، انا شغاله على عين الصغيره. رشه ملح خفيفه، رشه فلفل ابيض خفيفه، واغطيها. بعد شويه بس هحط ازود رشه جبنه شيدر واغطيها تاني. انا في العادي بخلط، يعني بنزل البيض وبقلبه عليه، بس انا عشان التصوير بس مش حاباه يبقى يبقى كله على بعض عشان يبقى شكله حلو، بس العيون تبقى باينه. ممكن تدخليه الفرن لو انت تحبي تسويه بالشكل ده والعيون تبقى باينه، يبقى اسهل لو دخلتي طاسه الفرن. او انا بقلبه على بعضه على طول. هو بس الطبق كده جاهز خلاص. دي السمنه البلدي اللي انا استخدمتها، ده الفرانكفورتر اهو، فرانكفورتر اللي هو النقانق. الدول العربيه بيقولوا عليه نقانق او سوسيس او هوت دوج زي ما تحبي، ممكن تستغني خالص. بتمنى الطبق يكون عجبكم النهارده، مستنيه تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. كانت معكم سيسي من مطبخ سيسي مصر. باي باي.